السلام عليكم متتبعيني متتبعين قناة بوجراح، كيف نتوما؟ كنتمنىكم تكونوا بألف صحة وعافية إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله كيف ما شفتوا في هذا الفيديو غادا نحضر معكم واحد الحشوة ديال الكيش اللي كتجي من أروع ما يكون. واحد الحشوة اللي سهلة وبسيطة ومتواجدة في أي بيت، يعني ما نحتاجوش الكريمة اللي خصنا ضروري كتكون كريمة أو لا بعض الأنواع د اللحوم أو لا ضروري خصنا البيشاميل أو لا، يعني بزاف د المسائل غنعمرها معكم ان شاء الله بواحد الحشوه اللي سهله وبسيطه ومتوفره ان شاء الله في كل بيت. بزاف د الاخوات كيسولوني، يعني ملي كان كليانات ديالي كيديو من عندي هاد الكيش او اللي كيديو من عندي هادي، يعني كيبقاو يسولوني مثلا شنو كندير فيهم. هذا بقاو مع الفيديو ان شاء الله حتى النهايه باش تشوفوني باش غنعمرهم ان شاء الله. راه واحد الحشوه عفوا اللي سهله وبسيطه ومتوفره في اي بيت، واللي لو وصلتي حتى لهنا خويا ولا اختي ما تخليش تعليق محفز وشي اشتراك لما كنتيش مشترك وشي هذا وشي لايك علاش لا، وبارطاجي مع الاهل والاحباب باش الفيديو ما يبقاش محبوس عندك، فيدو استافدي ان شاء الله. هادشي اللي كاين، هادشي الغرض من هاد القناه، هذا هو نفيدو ونستافدو باذن الله. كما شفتوا معايا في المقادير، عندي 3 ديال البيضات، عندي 3 ديال القطع ديال الجبن مثلث او لا اي نوع من الاجبان عندكم استعملوه. عندكم ديك فروماج طاغتيني استعملوا 3 د الملاعق، يعني ديك اللي خاص بالدهن كنستعملوا 3 د الملعقه تامرين. عندنا فروماج ساندويتش اي كيسو كنستعملوا 3 د القطع او 4. عندنا فروماج حمر يعني كنحكوه كنستعملوه. الفرماج اللي عندنا كنستعملو، انا عندي هاد المثلث استعملته، عندكم ديك المربع استعملو. انا كنفضل هذا اولا في ديك الفرماج طاغتيني او ديك الفرماج حمر، يعني كيجي ليا صراحه الله هادو اللي ولفت كندير في هاد الحشوه هادي. بالنسبه هاد البيض درت غير جوج حتى ندير عيني ميزاني. هاد الحشوه اللي غنعطي لكم راه كتعمر ليا 12 قطعه ديال الكيش. بقاو شوفوا الفيديو حتى النهايه باش يعني تشوفوني كيفاش تشوفوا جميع المراحل ان شاء الله. وانا راني كندير المونتاج كنركب الصوت، والله العظيم ما قدرتش نهضر، مريضه بزاف، دعيو ليا بالشفاء. الا وصلتي حتى لهنا وسمعتي هاد، يعني وصلتي حتى لهاد اللقطه هادي، خليو ليا شي دعيوه مزيانه ومحفزه ان شاء الله يا ربي. بالشفاء والعافيه ان شاء الله في التعاليق. هنا عندي ملح، شويه د الملح وشويه د الابزار، يعني غير واحد القريصه د المليحه وشويه د الابزار. هنا عندي المطارد اولا الخردل، اختياري طبعا ماشي ضروري، انا متوفر عندي في الدار يعني غنستعملو. ما عندكمش ماشي مشكل، ولكن راه كيعطي واحد اللذة لديك لهاد الحشوه هادي عجيبه. ولكن لا ما عندكمش ماشي مشكل، انا الخردل دائما عندي متوفر كنخدم به. هنا عندي واحد شويه ديال الزعتر، يعني تقريبا الراس ديال المعلقه صغيره ديال الزعتر. ما عندكمش بلا استعملوا غير المعدنوس، قطعوه مزيان وصافي واستعملوه. بالنسبة أنا هاد الكيش كنديرو الحشوة كنديرها يعني دوك الطويصات ديال الكيش كنديرهم مقومين، يعني فيهم الإقامة مزيان ومنسمين مزيان. يعني راه يعني بلا ما نحتاج نضيف شي منسم ولا هذا في هاد الحشوة لأنهم منسمين راسهم براسهم. هادشي اللي كاين. الكليانات ديالي راهي والله العظيم لا الشهادات، الكليانات ديالي كيديوه وكيعاودوا يديوه وكيشكروه ليا. كيشكروا ليا السلعة ديالي. المهم الله لا يحشمنا مع شي واحد، الله تعالى يلاقينا مع محسن منا ان شاء الله يا ربي. بالنسبه انا راني زدت واحد البيضه، علاش؟ حيت درت غير جوج عيني ميزاني، يعني عندي البيض غير صغير، يعني ماشي كبير، ضفت 3 د البيضات متوسط عفوا. الا عندكم بيض كبير استعملوا غير جوج البيضات. المهم هاد الحشوة هادي راها كتعمر ليا 12 قطعة، يعني 12 حتى ل 13 قطعة، ولكن غالبا 12 قطعة، يعني دائما 12 قطعة، بعض الساعات كتكون 13. هادشي اللي كاين. نطرف ديك الفرماج مع البيض مع هاد التوابل اللي ضفت حتى كيندمجوا ليا. صافي. اي فرماج عندكم نفس الطريقه، يعني العمليه كتبقى هي كتغير، يعني غير الانواع د الجبن وصافي اللي كنبدلو. الا بغينا زعما عندنا شي نوع د الجبن متوفر كنضيفو، اما نفس الطريقه كتبقى هي. شنو ما استعملنا اي نوع د الجبن كتبقى الطريقه نفسها. شنو الا كان عندنا ديك فورما ساندويتش كيسو كنقطعوه، ولكن نفس الشيء كنطربوه عاود مع البيض. صافي هادشي اللي كاين. ولا توفر لكم فرماج حمر، يعني من بعد ما كديروا هاد لاباري هادي كتعمروا بها، كديروا شويه في الوجه، يعني ما كديروا تضيفوا شي اضافه عاود باش كيزيدنا واحد التقرميشه واحد الحموريه وكيعطينا واحد لون غزال من الوجه. بالنسبه لهاد الحشوه هادي ما نفوتوش معلقه، يعني كنجيب واحد المعلقه كبيره وكنعمروا بها هاد لي كيش هادو، ما نفوتوش معلقه لانهم كيفيدوا لينا.
وكيجيو شكل السوفلي ملي كندخلوهم للفران كيجيو بحال السوفلي. لي سوفلي اللي كيجيو لي سوفلي راه معروفين، الناس اللي كيعرفوهم راه عارفين لي سوفلي تبارك الله كتجي كيتفخ وكيتقدم هو سخون، يعني كيتكال هو سخون. كذلك هاد اللي كيشهدوا بهاد الحشوه بالاخص من الاحسن ناكلوهم هما سخانين، يعني تكون عندنا كلشي واجد، يعني غير نجيو ننزلوهم في الطبله، يعني من الفران للطبله كيجيو، يعني كتكون باقا ديك الحشوه من فوخه، وهذا كيجي غزال. بالنسبة هاد اللي كيشهدو راه كيفكروني أنا بزاف مع الوليدات في الكوتي، ولا بعض الساعات كيجيو في العشية يعني فيهم الجوع. خصني ندير ليهم شي كويز داتاي مع شي حاجة ضروري هذا ساعة كيتشهاو مع كيشوفوني كنخرجهم زعما للكليان، يعني ساعة حتى هما كيبغيوهم، يعني ما كنحرمهمش منهم، يعني فيما كنخرج شي كوموند كنخلي ليهم ديالهم. هادشي اللي كاين. وحتى الكليانات ديالي كيسولوني أنا بالنسبة ليا شنو كندير في الحشوة ديالهم. يعني هادشي اللي كاين. ها نتوما كتشوفوا عمرتهم، وهنا راه عندي الفران سخنته من قبل، عندي الفران د الغاز شاعل من التحت، يعني سخون مزيان. ما كيفوتش ليا ما كيفوتوش ليا في الفران 10 دقائق كنطلعو من الفوق حتى كنشوف ديك الحشوه نشفات تماما. كنهبطهم كياخذوا واحد اللون ذهبي من الوجه صافي كنطفي عليهم. هادشي اللي كاين. ما كيدوش ليا واحد الوقت بزاف، يعني حتى الا كنتو كتوجدوهم في رمضان ولا جا عندكم شي واحد ما كتجيو فين تلقموا ديك كويزات حتى كيكونوا هما طابو. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله اللون ولا الشكل ديالهم بحال معمرينهم بحال معمرينهم بلا كريم اولا ديك الكريمه خاصه بالطبخ اولا هذا، ولكن هما معمرين غير بالبيض والفرماج. حتى اللي غياكلوهم ما يعني ما عرفش شنو فيهم، ما غادي يبقى يتسائل شنو فيهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو، ونخليكم ان شاء الله تبقوا على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وموضوع جديد وفكره جديده ان شاء الله يا ربي. وإلا بغيت عندكم شي تساؤل على شي حاجه ولا خصكم شي حاجه نوجدها معكم ولا نحضرها معكم، كتبوها ليا في الكومونتير، وان شاء الله تحت نلبي لكم الطلب علاش لا. هادشي اللي كاين في هاد القناه راه غير مفيدين ومستفيدين ان شاء الله. نخليكم على خير.